ابن زياد هو القاتل، يزيد ما له علاقة. أصلا يزيد يتوسل بابن زياد، قال له لا تقتل الحسين بس حاول تخوفه، ما قبل. شو يسوي ليزيد؟ إذا تشوف هذا الفيديو ما أعتقد بعد راح تبحث بهذا الإشكال، لأن الكلام مدعم بالمصادر الصحيحة. أول متهم بقتل الحسين هو يزيد، ومن الإشكالات اللي هواي كنت أسمعها هو محاولات البعض أن يبرؤون يزيد من دم الحسين، ويتهمون ابن زياد بمكانه، ويذكرون أن يزيد لم يعطي أي أمر بقتل الحسين، بل ابن زياد وحده تصرف. وهسه راح نكتشف الحقيقة بالمصادر. بعد ما بحثت اكتشفت أن يزيد أعطى الأمر بصورة مباشرة لابن زياد. طبعا مصادر الشيعة بالاتفاق تذكر هذا الأمر، فما راح أذكر أي مصدر شيعي، ولكن المصادر السنية كذلك تشير لهذا الأمر بخلاف ما يقال من قبل البعض. ذكر تاريخ الطبري أن يزيد أمر ابن زياد بأخذ البيعة أخذا شديدا لا رخصة فيه حتى يبايعه. هسه واحد قد يقول إيه أخذا شديدا يعني يجوز مو قتل، يجوز تخويف مثلا، وهم نجو وياك. طبعا هذه العبارة فيها تكملة حاولوا الأمويين أن يقطعوها، راح نرجع لها بعدين. ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أنه بعد ما خرج الإمام الحسين من مكة كتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله. سمعتوها زين؟ أعيدها. كتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله. قتال، قتل. وعلى أثر هذا الكتاب وجه بن زياد الجيش اللي كان قائدهم عمر بن سعد حتى يقاتل الإمام الحسين. هسه يجيك متحجر شوية يقول إيه قتال يعني مثل قتال الأوس والخزرج، بالسعف وبالحجارة وبالنعل، مو بالضرورة دماء، يجوز بس تخويف على مود يبايع وهمي نجي وياك. يذكر الخوارزمي الحنفي السني، وهنا ذكر التكملة اللي بتاريخ الطبري واللي حاولوا يحرفوها لتبرئة يزيد. شو تقول التكملة؟ أخذا عنيفا ليست فيه رخصة، فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه والسلام. هذا اللي صار. أصلا اللي راجع المواقف التاريخية اللي حدثت راح يلاحظ ترابط هذا الكلام مع الأحداث، لأن اللي صار بالشام من إرسال الرؤوس وسب النساء وإهانة أهل البيت ونتيجة لأمر يزيد اقتل الحسين وابعث لي برأسه. ممكن أحد يقول لي مقام رأس الحسين اللي بالجامع الأموي وبغيره من البلدان، منين اجى شو ودى الراس لهناك؟ طافوا بيه البلدان، ليش يزيد طلب يرسلون الراس إله؟ شنو مثلا حتى يعتذر من رأس الحسين؟ هذا غير اعترافات كبار علماء السنة بأن يزيد قتل الحسين، منهم حبر الأمة ابن عباس واللي ذكرها ابن الأثير. شو يقول ابن عباس؟ قتلت حسينا وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام. جاي يتهمه بقتل الحسين. الغريب أخواني أقرب الناس إلى يزيد جاي يعترف عليه بقتل الحسين اللي هو معاوية ابن يزيد ابنه. شو يقول ابن حجر المكي في صواعق المحرقة؟ لما ولي معاوية بن يزيد صعد المنبر واعترف بقتل الحسين همين. اكو اكثر من هاي؟ الابن نفسه جاي يعترف على ابوه، وهذول جاي يحاولون يبرؤونه. شنو رايكم؟ يزيد له علاقة بقتل الحسين لو ما له علاقة؟